الأفاضل طلبة تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بحضراتكم. مكملين مع بعض حل الامتحانات الاسترشادية. وصلنا بفضل الله عز وجل في الفيديو دلوقتي الاسترشادي 7. الأسئلة فيها تكرار بسيط في الأفكار، وإنما نلتزم بكل سؤال موجود ونأكد على كل فكرة، وما تلعبش لعبة الأذكياء ودي جت ودي ما جتش ودي اتكررت ودي لا. امسك الامتحان من أوله معايا كده، ربنا يكرمك وما تسيبش حاجة. سؤال رقم 1 بيقول 3 consecutive elements. التلاتة element الكونسيكيوتيف دول متتاليين، يبقوا التلاتة ورا بعض مباشرة. A B and C. element C عنده سنجل الكترون ضعف B وثلاث اضعاف A. حكاية ثلاث اضعاف دي مش هتحصل في السنجل الكترون الا بمفارقة غريبة جدا، ان ال 3 دي بتاع الاولاني تبقى واحد وبتاع الاخر اللي انت بتتكلم عليه تبقى تلاتة، او ثلاث اضعاف برضو دي ما تجيش الا لو هنا 2 وهنا 6 عدد السنجل الكترون. 1 و3 هتيجي سكنديوم مع الفاناديوم، ومفيش استخدامات هنا للسكنديوم خالص. طب 6 مش موجودة غير في الكروميوم بس، هو الوحيد اللي عنده الفور اس فيها 1 والثري دي فيها 5. فانا لو اعتبرت الاخ اللي بيقولوا عليه قده 3 مرات ده كروميوم، وقلت ان هو عنده 4 اس 1 وبعدين 3 دي 5، هيبقى اللي قبله فاناديوم هيبقى عنده ال 3 دي فيها 3، واللي قبله هيبقى التيتانيوم عنده ال 3 دي فيها 2. لو هديت هتلاقي ان الكروميوم ضعف الفاناديوم والكروميوم 3 اضعاف التيتانيوم. ظبطت. عدد السنجل الكترون بتاع التيتانيوم 2 والفاناديوم 3 والكروميوم 6. فكده الارقام مشت على الترند اللي هو كاتبه. التيتانيوم ارتفيشال جوينتس والفاناديوم كار سبرينجز والكروميوم ميتال بليتنج. الجمله اهي. الشيء الجميل بقى ان في جالفانيزيشن، والجالفانيزيشن ده زنك ما عندوش ولا سنجل الكترون، فتقوم انت شايله. وهنا لتر A هيدروجينيشن، يعني عنده ده النيكل. لو خدت ايه نيكل يبقى اللي بعده كبر وبعدين زنك، والزنك ما ينفعش اجابه خالص، يبقى كده الاختيار التاني طار. هنا عند حضرتك السي فيهلينج سوليوشن ده الكبر عنده سنجل الكترون واحد، ما يحققش الجمله اساسا، وبناء عليه الاجابه لازم تكون لتر دي. element X عنده ان اس ان 3 وان 1 دي 2 ان. طيب element X ده in the second transition series. لأول مرة سؤال يجي في الحتة دي. الأسئلة اللي علينا كلها فيرست من السكنديوم لغاية الزنك، ده سكند. السكند ترانزيشن سيريز ده رقم البريود بتاعه 5. حط مكان الان 5 وما تخافش الجملة هتتحل. يبقى 5 اس 5 ناقص 3 يبقى باقي 2، 5 اس 2، وبعد كده 4 دي ما هي 5 ماينس 1، وبعدين 4 دي 2 في 5 يبقى الإجابة 10. 5 اس 2 و 4 دي 10 ده إليمنت اسمه كادميوم تحت الزنك مباشرة. وحضرتك حافظ الجدول يا مستر؟ لا والله يا فندم، بس أنا عارف إن الزنك 5 اس 2 4 دي 10، الزنك 4 اس 2 5 دي 10 ده اللي تحته بنفس الالكترونيك كونفيجريشن على طول. نوت ترانزيشن اليمنت لتر A و B تشالوا على طول كده. not transition element used with a transition element in manufacture of rechargeable batteries. صح. نيكل كادميوم باتري. نيكل كادميوم باتري. جملة زي دي تيجي في الامتحان ازاي؟ ما هو حضرتك عليك توزيع الزنك والكادميوم والمركري على انهم not transition، وعندك في اليوزز نيكل كادميوم باتري used in chargeable batteries، يبقى صح. A main transition element X whose D sublevel contains 2 ampered electron in its oxidation state 3، وهو بوزيتيف 3 عنده 2 امبيرد الكترون وهو بوزيتيف 3. خلاص حاضر. بوزيتيف 3 و2 امبيرد دي يا مستر تحصل ازاي؟ الاليمنت يبقى ازاي بوزيتيف 3 وعنده 2 امبيرد الكترون؟ ما تقلقش يا فندم، الموضوع بسيط. تعالى كده، اكس بوزيتيف 3 اكس بوزيتيف 3 وعنده 2 امبيرد الكترون، يعني ال 3 دي بتاعه فيه 2، وفي هنا قوس مربع في ارجون 18.
وفي اكس تاني بوزيتيف 3 عنده ارجون 18 برضو، بس ال 3 دي بتاعه بقى المره دي فيه 8. ما هم دول الحالتين اللي بيدوا 2 سنجل. هنا الاكس الاتوميك نمبر بتاعه 18 و2 20 و3 23 طلع فاناديوم في الحقيقه. وهنا الاكس 8 و18 26 و3 29. ده حضرتك الكبر في الحقيقه. مفيش كبر بوزيتيف 3 في المنهج. الكبر في المنهج بوزيتيف 2 بس. قضي الامر على انه فاناديوم. يبقى انا اتاكدت ان 2 سنجل دي مش هتدينا الا اوبشن واحد بس، 18 و8 26 و3 29. انا ما عنديش كبر بوزيتيف 3. مفيش في ثالثه ثانوي ايون اسمه كده. انزل سعادتك كده الاليمنت بقى فاناديوم. يعني ايه؟ يعني ايه اكثر كومبليتلي فيلد انرجي ليفل؟ اهي كسر الليفل الممتلئ تماما. ده يعني ايه يا فندم؟ وزع الفاناديوم كده هتلاقي ارجون 18 و4 اس 2 و3 دي 5. يستطيع الفاناديوم اخراج 5 الكترون من غير عراق، واحنا بالذوق كده الاثنين اللي في الاس والخمسه اللي في الدي يخرج 7 الكترون من سكات. انا اسف، انا هنا غلطت معلش، دول 3 بس، 4 اس 2 3 دي 3. الاثنين اللي في الاس والثلاثه اللي في الدي هيرحلوا في امان الله. متى تحدث عمليه كسر كومبليتلي فيلد انرجي ليفل؟ عندما تصطدم بالانرت جاز. الانرت جاز اهو اللي هو الارجون. ساعه ما تروح عنده اعرف ان حضرتك هتكسر ليفل مكتمل. الكسر ده يحصل امتى؟ في الالكترون السادس. دي الاكسيديشن ستيت اللي تسببت في كسر الكومبليتلي فيلد انرجي ليفل. اكس اند واي ريبريزنت بروسيسز. كويس يا فندم والله. البروسيسز دي بتكس بليس ديورنج ان ايرن اور ريست. ريديوس السايز، تقليل الحجم، يبقى كراشنج. كراشنج اهو. increase the number of ampered electron. حضرتك هتعمل تسخين يحول الايرن من بوزيتيف 2 لبوزيتيف 3. هو ده اللي بيزود المagnetic مومنت والامبيرد الكترون. هنا ال3 دي بتاع الحديد ب6 وهنا ال3 دي بتاع الحديد ب5. يبقى العمليه دي محتاجه روستنج لحد بيبدا ببوزيتيف 2. هاخد من هنا كراشنج وهاخد من هنا سيدرايت روستنج، لان السيدرايت الايرن فيه بوزيتيف 2. الصفحه اللي بعدها element X from the first transition series it's X positive 2 ion contains 11 filled orbitals and 3 half filled orbitals. السؤال ده لو جه في الامتحان يبقى الراجل ده بيهديكوا والله العظيم بجد. تعالى هنا كده 11 فيلد اوربيتال، هتسمي الله وتجيب تانية ثانوي من الاول. 1 S2 2 S2 2 B6 3 S2 3 B6 4 S2. بسم الله الرحمن الرحيم. اوربيتال واوربيتال وثلاثة اوربيتال واوربيتال وثلاثة اوربيتال واوربيتال. عد كده 1 2 5 6 9 10. 10 مليانين، انت عايزهم 11. وصلنا لغاية 3 دي. يبقى ال 3 دي لازم يبقى فيه واحد مليان يتمم ال 11. الخمسة بتوعهم. املى هنا واحد كده تمم ال 11. ما ينفعش املى واحد الا لو حضرتك عملت اشغال. ده كمان الاكس بوزيتيف 2 ده، يعني لا الجمله بقى تقلت شويه اهي كده، مش بيهديكوا. لا هنا الاكس بوزيتيف 2 هي تقلت شويه. فالاكس بوزيتيف 2 دي مش هتعمل اي حاجه فيا غير ان انا هعمل ايه؟ هشيل الفور اس من العدد وامسح بقى الدي عشان نجيب مظبوط من الاول. وهاجي هنا عند حضرتك اقوم قايل ان الفور اس فيها صفر، ما هو بوزيتيف 2 الاس فيها زيرو، فالاوربيتال ده مش هعده. الواحد اللي انا كنت كاتبه ده بقى خلاص هسيبه فاضي مش هكتبه. فكده انا معايا كام اوربيتال مليان؟ 1 2 5 و1 6 و3 9. هو عايزهم 11. 11 دي مش هتجيب الا لما يبقى الدي فيه 2 مليانين. 1 2 3 4 5. يبقى اوربيتال 2 3 4 5 6 7. يبقى هنا في 7. كده عند حضرتك كام اوربيتال كومبليتلي فيلد؟ 1 2 و3 5 1 6 و3 9
وده 2 يبقوا 11 و3 هفلدهم كده، دي طلع فيها 7 وهو بوزيتيف 2. يبقى بقى الاليمنت ده مين؟ امسك القلم بقى واجمع معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 4 و6 10 و2 12 و6 18 و7 يبقى 25، وهو اصلا اكس بوزيتيف 2. اجمع الاثنين معاهم بقى اتوميك نمبر الاكس 27. امستر ده انت بطيء قوي ويعني جايبها من تحت قوي. طب اجيبها من فوق ازاي؟ اقنع حضرتك ب 11 اوربيتال ممتلئ دي اعملها ازاي؟ تجيب من تانية اعدادي ترم اول، واجيب من تانية ثانوي ترم اول، تجيب من تانية ثانوي ترم اول، واجيب من تانية اعدادي ترم اول لو عايز. الدرجة تيجي في امان الله. طريقة التفكير ما تفرقش معايا. اتس اتوميك ده كوبالت، الاتوميك نمبر بتاعه اقل من الاليمنت اللي بعده. لا ده النيكل اللي كده، الجملة دي غلط. النيكل هو اللي الاتوميك نمبر بتاعه اقل من اللي بعده، انما الكوبالت لا. its density is less than the element that follow it. صح مظبوط. طب قول اتس كومباوند ار بارا ماجنتيك. مظبوط. ايرن كوبالت نيكل كلهم مركباتهم بار. الافكتيف نوكليير تشارج بتاعته greater than the element preceded. صح. الزد افكتيف بتزيد طول ما انا ماشي. فلو حضرتك بتقول does not describe، اللي does not describe اهي، لان الكلمه دي تقال للنيكل فقط، وده كوبالت مش نيكل. two salts X and Y both contain the same cation. هما الاثنين عندهم نفس البوزيتيف ايون بالظبط. حاضر. X dissolve in water and dilute acids. ماشي يا سيدي. اللي بيضيف في الميه املاح الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم والنيتريت والبيكربونات والاسيتيت. طالما قال بيضيف في الميه وجاب سيره الاسيد، غالبا الملح ده يبقى بيكربونات، هو اللي بيتفاعل مع الاسيد بيذوب وبيضيف في الميه طبيعي. does not dissolve in water but dissolve in dilute acid. ده كربونات. صح كده. when dilute hydrochloric acid is added to each salt separately gas Z released يبقى كربون دايوكسيد. الله اكبر. طلع CO2. which of the following represent gas Z؟ CO2. a white precipitate is formed when passed in potassium hydroxide. لا، in calcium hydroxide. produced by heating salt X and salt Y is formed. مظبوط. تسخين Ca مثلا HCO3 by 2، تسخينه هيطلع CaCO3 وميه وكربون دايوكسيد. when passed through water containing salt Y the salt dissolve as sodium bicarbonate. ما هو حضرتك ما ينفعش اصلا سولت اكس وواي يبقى فيهم كلمه صوديوم. انت قايل ان هما الاثنين نفس الكتايون. الصوديوم ما ينفعش لان املاح الصوديوم كلها بتدوب وفي واحد هنا ما بيدوبش. انت عامل لي فخ بكلمه صوديوم دي. when passed through clear lime water for a long time it becomes turbid. غلط، لشورت تايم بس. الاجابه الصح هتيجي لو سخنت البيكربونات اللي هو اكس هطلع واي وكربون دايوكسيد جاز. الجمله دي مظبوطه 100%، وبقيه الجمل بها عوار. dilute hydrochloric acid is added to 3 salts. ايوه قول. and the result as follows. case X a colorless gas released that is easily oxidized. يا أليسون يا أليسون مشروحة النهارده في سنتر أحمد ماهر. الكواليتيتيف مشروحة النهارده في سنتر أحمد ماهر. أنا طلعت من السنتر سافرت على الاستوديو. ماشي. in case وايت برسبتيت is formed. حطيت هيدروكلوريك اسيد عملت وايت برسبتيت. السي ال بيعمل وايت برسبتيت اما مع ايون سيلفر واما مع ايون ليد واما مع ايون الميركوري بوزيتيف 1. هو ده اللي بيعمل برسبتيت مع السي ال. زاد اجاز ريليز ده ترن ابيبر ويت بايليتو اسيديتو بلاك. يبقى الجاز ده H2S، مفيش اسود الا منه. الجاز H2S لو عايزه، والاسود BBS لو عايزه، والزد ده هو عبارة عن ايون اسمه S نيجاتيف 2. اكس في نيترايت، واي في فضة، وزد في S نيجاتيف 2. الجملة بتضحك لك.
عاش 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 عاش. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. شوف هنا بقى الفخاخ، ده صح ده صح ده غلط، الباقي بقى بايظ كلام ما ينفعش. انزل يا فندم على البيج التالتة. concentrated sulfuric acid was added to 3 solid salt A, B and C. concentrated sulfuric acid difficult to be oxidized. الجاز اللي طالع ده HCl ولتر A يحتوي على Cl نيجاتيف. colored vapor were released. colored vapor يا أهل الفهم يا ناس يا عالم. أنا في مراجعة الكواليتيتيف قلت إن تالتة ثانوي فيها 3 أبخرة ملونة، ال NO2 وال BR2 وال I2 بخار ملون، لازم يبقى واحد من ال3. هو بيقول colored vapor and their solution could be detected by one of the anion of the first group. السوليوشن بتاعه ممكن يتظبط بانايون من الفيرست جروب. مفيش انايون detect one of the anion of the first group. يعني حضرتك السوليوشن بتاعه لو خدته ممكن اكشف بيه انايون من الفيرست جروب. الاي 2 بيعمل كونفرماتوري للاس 2 او 3 الثيوسلفيت. ده الانايون اللي من الفيرست جروب اللي ممكن البخار الملون يدوب في الميه ويكشف لك عنه. حبكها ابن الحلوة ده، حبكها وحبكها جامد. هات ولا يهمك. زاد لتر سي نو جاز ريليز، دي يبقى اوت من جروب ال H2SO4. الجروب الاولانيه فيها Cl والتانيه فيها ايودايد والتالتة بره. شرفت. الايودايد بيضحك لك اهو. ده هيطلع كلرد فيبور اسمه BR2 وده هيطلع كلرد فيبور اسمه NO2، والاتنين ما لهمش تيست في الفيرست اناليتيكال جروب لو عملت منهم سوليوشن. الايودين له بيعمل ايه؟ بيكشف عن الثيوسلفيت. ده هي بالفلوس اللي انت دافعها في المراجعه كلها. اديله 4 solutions are obtained by dissolving equal masses of 4 different substances in distilled water, all of which have the same volume. Which of these solutions have the lowest concentration? المولر concentration يا سيدي بيساوي الماس على المولر ماس مضروبة في الفوليوم باللتر. فلو حضرتك بتقول صاحب أقل concentration وأنت من جعل الماس متساوي أهو، وأنت من جعل الفوليوم متساوي أهو، إذن المولر كونسنتريشن سوف يعتمد فقط وفقط على المولر ماس. صاحب أقل مولر كونسنتريشن هو صاحب أكبر مولر ماس من القانون. فأنا هروح أحسب المولر ماس للناس ديت 7 و35 ونص يبقى 42 ونص. NaCl 58.5 يعني KOH 39 40 و16 39 41 و16 يبقى 40 و16 56 جرام. الكالسيوم هيدروكسيد كنت حاسبه اخر مره 74 معرفش، 16 1 17 في 2 ب 34 و40 كالسيوم يبقى 74. بارك الله فيا. اعتقد ان صاحب اعلى مولر ماس هو يبقى الكالسيوم هيدروكسيد، يبقى ده صاحب اقل مولر كونسنتريشن لان انت مثبت باقي كل حاجه. Solutions contain which of the following could be added in the previous solution to obtain only copper. حضرتك عايز تضيف مادة تسحب الاتنين الباقيين. عايز اتخلص من الكالسيوم والليد. الكالسيوم والليد هما الاتنين ممكن يترسبوا على شكل سلفيت وعلى شكل كربونيت، لان املاح الكربونيت ما بتدوبش واملاح السلفيت بتاعهم هما الاتنين ما بتدوبش. اول ما الاقي الاختيارات فيها صوديوم دايلوت سلفوريك اسيد، الراجل بيقول لك درجة اهي. طب امستر الكربونيت، والله يا مستر السوليوشن بتاع الكربونيت ده ينفع، هيفصل لحضرتك الباريوم والليد بس هياخد الكبر معاهم لان الكبر كربونيت ما بيدوبش وانت عايز تسيب الكبر دايب. طب النيتريت جميع املاح النيتريت تذوب. الهيدروكلوريك اسيد هياخد الليد بس، هيعمل لك راسب اسمه BbCl2. وبناء عليه قد قررنا نحن ان الاجابه دايلوت سلفوريك اسيد. ارفع يا راجل.
obey the law of mass action كلمة تعني reversible reaction. مرة يقول لك obey the law of mass action ومرة يقول لك has equilibrium. أغاني كلها في منطقة الغنى. acid obey neutralization تفاعل كومبليت. acid obey neutralization تفاعل كومبليت. الوعاء مفتوح أو مغلق تفاعل كومبليت. المادة دي طلعت أكسجين جاز في تفاعل وعاء مفتوح تفاعل كومبليت. تفاعل قدام حضرتك ما بين ملح soluble وسوليبل طلع برسبتيت. التفاعل ده كومبليت حتى لو الوعاء مغلق. واكتب له جنبيها معرفتكش انا كده معرفتكش انا كده معرفتكش انا. لما تقول بقى كلوزد كونتينر معرفتكش انا كده يا باشمهندس انت بادئ بمواد دايبه وطلعت راسب. التفاعل كومبليت. كلوزد اوبن خدمتك ام احمد التفاعل كومبليت والا الدرجه هتبقى راحت بلوشي. كلوزد كونتينر وصلت اتحل. ايوه هي دي اجابه السؤال. الدرجه بتضحك لك اهي. دلتا اتش بوزيتيف واللي عامل السؤال شاب سوي ولذيذ قوي وكاتب لك ان الدلتا اتش بوزيتيف قمت انا كاتب جنبها هنف حضرتك هيتنج اندو فورورد. حاجه في اللذيذ كده. عبي يا مستر reduce the number of mole of substance C. عايزين نقلل C. يا مستر يعني حضرتك عايز تحرك التفاعل باكورد. adding small amount of substance A اضافه السوليد او سحبه لا تؤثر على اي شيء. removing small amount of substance D هتنام القلم كده وهتعمل ريموف لدي فدي هتقل فتقوم السي مني واللي مني مزعلني فتقوم السي تزيد. الاجابه دي غلط. decreasing the vessel volume قلل حجم الوعاء صغر حجم الوعاء. تصغير حجم الوعاء معناه زياده الضغط. في جازز في جاز يبقى انت هنا معناك انكريس بريشر. لو زودت الضغط هنا مش محسوب وهنا مش محسوب فالجهه دي بزيرو. ولو حضرتك جمعت الجازز هنا هيطلع العدد ب2. هتزود الضغط يبقى التفاعل هيمشي باكورد جهه الرقم الاقل وبناء عليه هيحصل شيفت باك. ولو حصل شيفت باك نتيجه الضغط تركيز السي هيقل يبقى حصل المراد. هات قلم الظل وتعالى decreasing the vessel volume. ارفع درجة الحرارة هيحصل شيفت فورورد والفورورد هيزود السي وحضرتك عايز تقللها. عشا يا مستر والله لذيذة قوي الجملة اللي نزلت بإجابتها دي. حاجة عسل قوي ما شاء الله. ريت الفورورد والباكورد بيزيدوا مع بعض بعلاقة دايركت. ريت الفورورد والباكورد بإضافة الكاتاليست بيزيدوا مع بعض وبيزيدوا بنفس المعدل بالظبط. فلو حضرتك حطيت كاتاليست هتزود ريت الفورورد والباكورد وهتقلل الاكتيفيشن انرجي للفورورد والباكورد. هو الراجل بيدخل بينشط كل حاجة في كل حاجة. اديله هيدروسيانيك اسيد سوليوشن البي اتش بتاعته بكذا والكي بكذا. عايزين النمبر اوف اسيد مولز ديسولفد في 300 مللي منه. انت عايز توتو. ايه يا مستر توتو دي مش عيب؟ لا يا غالي مش عيب. اللي بيجيب درجات مش عيب. التوتو هو التوتال نمبر اوف مولز. القانون اللي فيه توتال نمبر اوف مولز هو قانون الالفا فاحنا عايزين الفا. البي اتش بتساوي كذا فوقها بسنه صغيره يبقى تركيز الاتش بوزيتيف بيساوي 10 باور نيجاتيف 4.7. حضرتك هتبص بصه صغيره على الكلام ده هتلاقي ان الالفا ممكن تيجي من المنظر اللي قدام سعادتك ده اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد. لو انت عايز تختصر قوي يعني تركيز الاتش بوزيتيف بيساوي روت كي على السي اي. لا استنى عايزين نجيب لها باراشوت قصير. الاتش بوزيتيف والكي اي والالفا انا ممكن اخد تركيز الاتش بوزيتيف والكي اي اجيب السي اي ولو جبت السي اي مش هحتاج تصدق في طريقه احسن من حساب الالفا. لا ايدك على السي اي بيساوي تركيز الايون الاتش بوزيتيف باور 2 على الكي اي. ولو معايا السي اي هضربه في الفوليوم اجيب النمبر اوف مولز على طول وابقى عتقت من موضوع الفا وديسو على توتو والحوار الكبير ده. هتيجي سعادتك من هنا هتقوم قايل ان السي اي بتساوي فراكشن
10 باور نيجاتيف 4.7 باور 2 على ايدك 6.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 10. جبت مين انا؟ تركيز الاسيد. هم يطلع اضربه في الحجم باللتر وبقى خلصت. لتر سي طلعت على الكالكوليتور بتساوي 0.64 2 مولر بالظبط. اللي عايز يجيب التوتال نمبر اوف مولز يضرب الكونسنتريشن في الفوليوم باللتر. ده القانون الازلي لحساب عدد المولات. يبقى الكلام ده تايمز 0.3. الاجابه طلعت على شاشه الاله الحاسبه بالظبط 0.19. خلصت. when 0.2 mole of hydrazine gas is placed in a closed container of a volume of 1 liter. الحجم 1 لتر. equilibrium is established. يبقى المعلومه دي قبل الايكوليبريم، يبقى المساله دي ايس. المسألة رقم 2 في 10 استرشادي، احنا وصلنا للسابع، دي مسألة رقم 2 ايس. ذات represented the following equation والدلتا اتش اقل من الصفر يبقى اكزو، قمت كاتب جنبها هكسب هيتنج الاكزو باكورد. في لحظة الايكوليبريم تركيز الهيدروجين موجود، رفع درجة الحرارة وعايز يعرف النيتروجين بكام بعد ما الحرارة اترفعت. انت معاك 0.2 من المادة الأساسية والتفاعل كان بادئ بالهيدرازين بس، وعند الايكوليبريم الهيدروجين بقى كذا والفوليوم بواحد، وبناء عليه لو الفوليوم بواحد المول هو المولر، لان انت هتقسم على 1 لتر فمش هيغير حاجة. البورد شاشة فاضية، يلا بينا. N2H4 اجيب الامتحان امسكه في ايدي عشان اوفر وقت. المسألة سعادتك بالايكويشن بكامل تفاصيلها. احنا في ايس يا فندم، يبقى N2H4 يتزن ب N2 زائد جنبيها 2 من ال H2. قيمة الدلتا H على كلام حضرتك أكبر من الصفر أو أقل من الصفر. أقل من الصفر. أنا استعجلت على فكرة في التفاعل ده. التفاعل ده هيبقى إكزوثيرميك، يبقى هيتنج إكزو باكورد. تحت الكلام ده بتروح ماسك القلم حضرتك وصاحب خط وكاتب مادة ال N2H4 وجنبها ال N2 وجنبها ال H2 وقايل لنفسك انيشيال ما قبل الايكوليبريم لتشينج فاكتور اكس. الايكوليبريم حرف الاي مجموع الاثنين اللي فوق. حضرتك بادئ التفاعل ب 0.2 مول من هنا وصفر وصفر من دول ما كانوش موجودين، بتقل بفاكتور اسمه اكس، ودي بتزيد بفاكتور اسمه اكس، ودي بتزيد بفاكتور اسمه 2 اكس. حالة الايكوليبريم مجموع الاثنين 0.2 ماينس اكس، وهنا صفر يبقى اكس، وهنا المجموع 2 اكس. الراجل ده بيقول عن لسانه ان في حالة الاتزان الهيدروجين بقى 0.2 مولر، يعني معنى كده ان 2 اكس بتساوي 0.2 مولر، يعني الاكس بتساوي 0.1 مولر. يبقى تركيز الهيدروجين النيتروجين جاز ات ايكوليبريم ب 0.1 مولر لانه بيساوي الاكس. اروح اختارها لو مفيش ديل. ايه الديل ده يا مستر؟ لو السؤال ملوش ديل، ما جاش في اخر الجمله وقام رمي حاجه كده خطاف صغير اون رايزنج بالاخضر اهو ذا تمبريتشر. التفاعل اللي قدام حضرتك بقى ده لما درجه حرارته تزيد، لو مفيش كلمه رايزنج ذا تمبريتشر كنت انا اخترت هنا واخد الدرجه. طب رايزنج تمبريتشر بالاخضر هتعمل ايه؟ هيتنج اكزو باكورد، هترجع التفاعل باك، يبقى الاثنين دول هيقلوا، ولما الاثنين دول يقلوا ادور على رقم اقل من 0.1. اجابه الجمله اهي. The ionic product of water increases with increasing the temperature. نفس النص اللي اتكتب في جمله 2023 دور تاني. بيقعد العيل في اللجنه يدرس له الايونيك برودكت بتاع الووتر بيزيد برفع درجه الحراره. ايه اللي هيحصل لما الميه تتسخن؟ الحقائق ثابته والارقام تتغير. ايه الحقائق؟ الووتر نيوترال، والاتش والاو اتش قد بعض، والبي اتش والبي او اتش قد بعض. طب لما سخن الووتر نيوترال والاتش والاو اتش قد بعض ويزيدوا، والبي اتش والبي او اتش قد بعض ويقلوا. ثبت الحقائق وغير الارقام. الحقائق ما بتتغيرش. تركيز الاتش والاو اتش الاثنين بيزيدوا وقيمه البي اتش بتقل. وكاتب الووتر بيكام اسيدك، كلمه ما يقولهاش مجنون. طيب كونسنتريشن الهيدروكسيل ايون هيزيد، موافق، والبي او اتش بتاع الووتر هتقل، موافق، وتبقى الكالاين. يا اخي
تركيز الهيدروكسيل ايون بيزيد والبي اتش بتاعت الووتر تقل وريمين كونستانت او ريمين نيوترال. ده كلام الناس العاقلين. البي عكس صاحبه، لما الاتش والاو اتش يعلوا يبقى البي اتش والبي او اتش يقلوا ويفضلوا قد بعض. الاتش والاو اتش قد بعض والبي اتش والبي او اتش قد بعض. انزل يا غالي. represent electrodes of an electrolytic cell of copper chloride solution using platinum electrode. الالكترود بلاتينم ما بيتفاعلش. كبر كلورايد يبقى CuCl2، قول له بخ يبقى كبر بوزيتيف 2 و2 Cl نيجاتيف. كاتاين يروح عند الكاثود ويحصل له ريدكشن يبقى كبر برسبتيت. انايون يروح عند الانود ويحصل له اوكسيديشن يطلع كلورين جاز. تفاعل الانود بيطلع كلورين جاز بعمليه اوكسيديشن للكلورين وتفاعل الكاثود بيعمل ريدكشن للكبر. طلعت قصادها بالظبط اهي. بجد 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 شكرا. يلا يا سيدي. زنك رد is placed in a container of molar solution. خلي بالك ان كده هو عامل الظروف ستاندرد. اللي قايل مولر سوليوشن ده عامل ستاندرد سوليوشن. درجه الحراره 25 يعني كله تمام. فاتحققت حاله الايكوليبريم ما بين الزنك اللي بيتزن مع زد ان بوزيتيف 2 زائد 2 الكترون. Electron move in a solution. Electrons move in a wire and never in a solution. Ions move in a solution and never in a wire. Electrons move in a wire and never in a solution. Ions move in a solution and never in a wire. ثبت عشان دي فاكت ما فيهاش كلام. الزنك هيتحول لزنك بوزيتيف 2 ويترك الالكترونز على الرد لان الالكترون ما بيستحماش. فدي الاجابه الصح. هنا حضرتك خطرفت، سبت البوزيتيف على الرد ونزلت الاتوم في الميه. وهنا حضرتك عملت نفس المصيبه، وهنا نزلت الاتوم امال الالكترونز دي جت منين؟ يبقى كل الكلام ده غلط. الاجابه للتربيع. When a car battery X with an acid density كذا is connected to a car with in series. ده المستيك اللي احنا اكتشفناه في حل السنتر. توصيل الشحن بيبقى بارلل. خطأ بسيط عديه ما يعطلكش يعني، بس طبعا عشان احنا في مراجعة خلي بالك ان توصيل الشاحن بيبقى بارلل. بطارية قيمتها 1.19 اتوصلت ببطارية قيمتها 1.29 يبقى واحدة بتتشحن وواحدة شاحن. كار اكس هي الفاضية، بطارية اكس الفاضية. بطارية واي دنسيتي الاسيد بتقول انها مليانة بالبلدي خالص اهو، فدي هتشحن دي. اللي هتشتغل شاحن هتبقى جلفانيك، واللي هتشتغل بتتشحن هتبقى الكترولايتك. الشاحن جلفانيك والمشحون الكترولايتك. هنزل تحت الكلام ده واكتب تلخيص البطارية اللي انا متفق مع حضرتك عليه. لد بفاصل لد بوزيتيف 2 فاصل كبير، لد بوزيتيف 4 فاصل لد بوزيتيف 2. لو قريت الباتري من هنا يبقى حضرتك هتعمل ديس تشارج ودي هتبقى بطارية واي. ولو قريت الباتري من هنا وانت راجع هتبقى بتعمل تشارجنج ودي هتبقى باتري اكس. طول ما انا شغال من فوق يبقى ده نيجاتيف وده بوزيتيف، وطول ما حضرتك شغال من تحت يعني راجع الرجوع اهو هتبقى دي نفس الاشاره بوزيتيف برضو ودي نفس الاشاره نيجاتيف، بس الرجوع هنا هيعمل اوكسيديشن تبقى دي انود وده اهو كاثود. ولو اشتغلت من فوق على القلم الاسود هتبقى دي هي الانود بتاع الاكسيديشن وهنا الكاثود. البطاريه الشاحن اللي هي باتري واي عباره عن باتري سلك نيجاتيف هيتوصل بالنيجاتيف الكترود عشان يعطيه كهرباء، وسلك بوزيتيف هيتوصل بالبوزيتيف الكترود عشان يستلم منه كهرباء. كده البطاريتين قدام سعادتك. اقرأ معايا الاختيارات كده. lead positive 2 ions are oxidized to lead 4 at positive electrode of X. الاكس اهي البوزيتيف بتاعه اهو بيتحول من 2 ل 4 يبقى لغايه هنا صح. lead atoms are oxidized to lead positive 2 at positive electrode of Y. positive electrode Y اللي هي دي هيبقى ده بيحول 4 ل 2. انت كاتب غلط، الاختيار باظ. ليد 2 ريديوسد تو ليد عند بوزيتيف اكس. الاكس وانت جاي كده البوزيتيف بتاعها مفيش فيه ليد زيرو، الاختيار ده غلط.
ليد 2 بيتحول لليد 4 عند نيجاتيف الكترود اكس. نيجاتيف الكترود اكس فين؟ الاكس اهي، النيجاتيف بتاعه هو هيحول 2 لزيرو. انت بتقول ليد 2 بيتحول لليد 4، غلط. الاجابه لتر دي، واقراها معايا على مهلك. ليد 2 ريديوزد تو ليد عند نيجاتيف الكترود اكس، صح. نيجاتيف الاكس اهو بيحول الاثنين للزيرو، لان انا بقرا اكس كده. الناحيه الثانيه الالكترود او الليد بوزيتيف 4 بيتحول لليد بوزيتيف 2 عند بوزيتيف الكترود الواي. الفور بيتحول ل 2 في الكترود الواي اللي ماشيه في الاتجاه ده. كلام مظبوط جدا. البطاريه كده ديسشارج وكده تشارج. التشارج ثابته، البوزيتيف بوزيتيف على طول والنيجاتيف نيجاتيف على طول، والتفاوض في اسم العمليه. سؤال 20. باتري واكس وواي وكان ومان ورحنا وجينا. اتفضل حضرتك اؤمر. containing molten يبقى ما فيش ميه الحمد لله. different and after electric current is passed an increase in cathode mass of cell 1 is twice the cathode of cell 2 which of the following represent. طيب تيجي سعادتك بالراحه كده على المواد المولتن والكلام ده. لتر واي ده هيبقى الكاثود بتاع البطاريه دي لان التشارج بتاعته نيجاتيف، ولتر اكس هيبقى الكاثود بتاع هنا عشان التشارج بتاعته نيجاتيف برضه. ده نيجاتيف كاثود وده برضه نيجاتيف كاثود، والاثنين التانيين انود انا مش شاغل بالي بينهم. في هنا ترسيب هيزود الوزن وفي هنا ترسيب هيزود الوزن. تصميم الصوره حلو واضح. طيب عايزين مترسب اكس represent the molten salt the cathode of mass of cell 1 twice، يعني ماس سيل 1 الماس اللي ترسبت عليه ضعف المترسب في سيل 2، والاتوميك ماسز مليان. طيب لو حضرتك بتمرر كميه كهرباء متساويه، اعتقد ان انا لو قسمت الاتوميك ماس على الفالنس هجيب الماس المترسبه لان كميه الكهرباء ثابته. طيب الماس المترسبه دي حضرتك معاك الكروميوم 3، الذهب 3 والكروميوم 3 والزنك 2 والالومنيوم 3 والمغنيسيوم 2. 63 ونص على الاثنين بتاع الكبر هتطلع 31.75. الالومنيوم 27 على 3 هتطلع 9، والذهب 195 على 3 هجيبها كالكوليتور. المغنيسيوم 24 على الاثنين طلعت 12، والزنك 65 على الاثنين هتبقى ب 32 ونص. ال 195 على التلاتة 19 على التلاتة يبقى فيها 6، 18 15 يبقى 65. فين الرقمين اللي باين ان هم واحد فيهم قد التاني مرتين؟ الذهب والزنك. انا ما حسبتش للكروميوم ومش هحسبه لاني مش محتاجه. هي ظبطت هنا خلاص اهي. ال 52 على الاثنين فيها 26 يبقى 52 على الاثنين فيها 26. فحضرتك كده هتعمل كومبير دي هو كده مع ده، لان ده واضح ان الماس بتاع دوت الايكويفالنت بتاعته ضعف ده مرتين. فبطاريه واحد تبقى ذهب وبطاريه 2 تبقى زنك. الاجابه كده هتبقى لتر A. بس في تكه صغيره، هو بيقول هنا كلورين جاز از ايفولفد، هو عايز السبستانس اللي بتطلع على واي. الكلورين انايون، والانايون ما يطلعش عند الكاثود، الانايون يطلع عند الانود. فحضرتك هتجاوب صح. جولد برسبتيتد وزنك برسبتيتد هما دول الجملتين المظبوطين، لان ايكويفالنت ماس الذهب ضعف ايكويفالنت ماس الزنك، والكميات اللي بتترسب بتبقى علاقتها دايركت مع الايكويفالنت ماس. تمام. represent the anode or the cathode and what is the EMF of the cell. البطارية ايرن وتن بدون اي معلومات، فحضرتك سايبني اخد القرار بخصوص كل حاجة. اللي هياخد قرار بخصوص كل حاجة احسن طريقة لاتخاذ القرار هتبقى الجدول. حضرتك هتعمل كومبير ما بين الايرن والتن، اوكسيديشن بوتنشال، ريدكشن بوتنشال. الرقمين اللي موجودين الايرن اوكسيديشن رقمه بكام؟ بوزيتيف 0.409، والريدكشن بتاعه هتبقى نيجاتيف 0.409. التن عمليه ريدكشن فالرقم هيتكتب هنا. طبعا رقم الريدكشن بتاع التن ده وانا مش موافق عليه. التن بوزيتيف 2 مش الريدكشن بتاعته مش بوزيتيف لان هو فوق الهيدروجين، فلو هو قاصد يخلي الرقم كده يبقى دي حاجه تانية، انما الرقم ده مش صح. الرقم ده في الكيمستري مش مظبوط. الريدكشن بتاع التن مش بوزيتيف،
خلينا نمشي على كلامه، يبقى بوزيتيف 0.15 هتطلع فوق تخليها نيجاتيف 0.15. هي حتى 153 بالظبط، بس الساين دي مش مظبوطه. هتاخد اكبر رقم تعمله انود، يبقى الكبير في الاكسيديشن مع الكبير في الريدكشن. المجموع بتاع الرقمين دول هيطلع 0.559. كده الايرن انود والتن كاثود، وقيمه الاي ام اف هتبقى بوزيتيف 0.559. الكبير في الاكسيديشن هسميه انود، والكبير في الريدكشن هسميه كاثود، وقيمه الاي ام اف هي مجموع اكبر رقمين في الجدول. تمام يا فندم. وصلنا ل 22. اول حاجه كده في توتال رياكشن موجود، المساله يبقى تعويض مباشر على طول. ده كده دايركت كالكوليشن بالنسبه لنا، لان قرار الانود والكاثود متاخد من المساله، احنا ملناش علاقه. والجيفن اللي موجود عمليه اوكسيديشن للاكس وريدكشن للواي. خلي بالك بس ان وانت بتاخد الرقم هنا عمليه اوكسيديشن اهي، وهنا عمليه ريدكشن. فلما اجي اتعامل ابقى مصحصح، عشان لو نقلت الارقام غلط هطلع ناتج غلط وهيبقى موجود في الاختيارات للاسف. طيب تحويل الاكس الاكس بوزيتيف 2 دي عمليه اوكسيديشن، يبقى انت هتاخد بوزيتيف 0.23 رقم زي ما هو، وتحويل الواي بوزيتيف الى واي عمليه ريدكشن، فهاخد الرقم ده برضو زي ما هو اللي هو 0.8. الكلام ده يطلع على الكالكوليتور ب 1.03 فولت. الساين بتاعته بوزيتيف، تبقى العمليه سبونتينيوس، اذا البطاريه جالفانيك والاي ام اف ب 1.03. سؤال 23 كان احنا دخلنا في الاورجانيك. الاسئله اللي كنت حلتها في قعده اورجانيك لما كنت بنزل الاسئله بتاعت الاورجانيك في التقفيل، بس ما يجراش حاجه، نبقى برضو ايه صبور كده حضرتك معايا وديك بتراجع كلها ريفيجن. اضافه السي ال هنا حضرتك هتعمل هالوجينيشن للمركب ده بعمليه سبستيتيوشن، فانا هشيل اتش واركب واحده سي ال، لان الكونديشن ده بديل اليو في واليو في بيستبدل. فبقى عندي كربون كان عندها اتش 1 اتش 2 اتش، هسيب واحده واشيل واحده. في بي ار ركبه اساسيه وانا ركبت سي ال في الاستبدال، وبعدين طلعت الناتج جنبيها عباره عن سي متصل ب 3 اف. فاتفاجئ ان المركب ده هو الهالوثين اللي بيستخدم على انه مخدر امن للعمليات. طيب C2H2 هتحط ميه، وبعدين كتب لك ان واي ستيبل كومباوند عشان ما تفكرش في المركب اللي هو الانترميديات اللي بيتكون. فهتيجي على جنب هنا وتقول CH تريبل بوند CH اهو. حضرتك حطيت له ووتر، عدد الهيدروجين اللي موجود عدد الكربون اللي موجود 2. النتيجه هنا تبقى الدهيد CH3 CH دبل بوند O. اوكسيديشن الالدهيد هتطلع كربوكسيليك اسيد، يبقى CH3 COOH. لتر اكس هيدروكربون غلط، هيدروكربون ديريفاتيف. لتر زد اسيد ان بريزرفنج مش مظبوط الكلام ده، الاسيتيك اسيد ملوش دعوه بحفظ الفواكه. اكس هيدروكربون ايوه يا فندم، الاكس هيدروكربون يوزد از ا سيف انثيتيك. الجمله اللي بعد دي اورجانيك مستمرين، والاسئله دي كويسه. هشيل انا بقى البورد الكلام اللي مكتوب ده خالص واسترس مع حضرتك اورجانيك للمره الثانيه، ما يجراش اي حاجه، الموضوع مش متعب اطلاقا. الكايليشن التولوين طلعت 2 ايزومر. التولوين عباره عن حلقه تحتوي على مجموعه CH3. الميثايل على التولوين بيوجه اورثو وبارا، فلو انا عملت ده فريدل كرافت الكايليشن هطلع مركبين. المركبين اللي هينتجوا عند حضرتك واحد اورثو وواحد بارا، يبقى في هنا CH3 وهنا CH3 وواحد بارا اهو يا فندم CH3 وهنا في CH3. دول الاثنين اللي اتكونوا. ده حضرتك عايز تسمع تعمل منهم كومبليت اوكسيديشن اوف ايزومر اكس، هيطلع مركب يستخدم، يبقى ده الاكس. انت قلت اكس اند واي، يبقى ده كده واي وده اكس. ده الاكسيديشن بتاعته هتطلع حلقه بنزين وعليها مجموعتين كربوكسيليك اللي هو الترفثاليك اسيد، وده بيدخل في صناعه الدكرون فايبرز. طيب يبقى مركب اكس 14 داي ميثايل بنزين او 4 ميثايل تولوين، ده اكس اللي هيطلع الفيثاليك اسيد. الاكس انت قلت اكس بروديوس ا كومباوند، يبقى واي هو اللي فيثاليك اسيد. اوكسيديشن واي هتطلع فيثاليك اسيد مظبوط. عمليه اوكسيديشن واي هتطلع فيثاليك اسيد، واوكسيديشن اكس هتطلع ترفيثاليك اسيد. ده هيطلع الفيثاليك اسيد اهو، لان المجموعات الوظيفيه
المجموعتين الميثايل جنب بعض على طول. بقيه الاختيارات طبعا مش مظبوطه، لان الواي مش 4، ده 2 ميثايل تولوين، والاكس 1 4 مش 1 2. برانشد جازيوس الكان can be obtained by dry distillation. برانشد جازيوس، ابسط برانشد الكان عامل كده، وده عدد الكربون اللي فيه 4، وده اخر واحد في قائمه الجازز. الجازز ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان، وميثايل بروبان، لان الكربون لو تجاوز 4 من اول 5 ل 17 هيبقى ليكويد. طيب كده حضرتك عايز اجمالي الكربون 4 وبرانش. 2 ميثايل صوديوم بنتانويت، هتشيل من بنتانويت واحد هيتبقى بيوتان، وده واحده برانش يبقى 5، غلط. صوديوم هكسانويت، هتشيل واحده من دي هتبقى 6 وفي برانش، يبقى غلط. طب بيوتانويت، هتشيل منها واحده كربون هتبقى باقي 2، باقي هم 4 كربون، هتشيل الكون هيتبقى 3 وعليها برانش، يبقى هي دي. نتأكد، بسيطة يا مستر. هات الإريزر امسح الكلام ده واعمل معادلة وحلها. 3 ميثايل صوديوم بنتانويت، 1 2 3 COONA، 3 ميثايل يبقى مجموعة CH3 هم. شيل كونا وحط اتش، بقى عندك ميثايل بروبان، يبقى الإجابة صح. كاتاليتيك هيدريشن اوف 3 ميثايل 1 بيوتاين، دي هتطلع كيتون لأن عدد الكربون أكتر من 2. 3 ميثايل 1 بيوتاين، 1 2 3 4، 1 بيوتاين يبقى هنا ومجموعة البرانش اهو. كاتاليتيك هيدريشن ده هتطلع CH3، سي دبل بوند او هنا، وبعدين سي عليها مجموعة CH3 واتش ومجموعة CH3. كده انا عملت كاتاليتيك هيدريشن. الناتج هيبقى كيتون وما بيحصلوش اوكسيديشن، يبقى does not decolorize بوتاسيوم برمنجانيت. دي اجابة السؤال. دراي ديستليشن، العسل دوت هيطلع ايثايل بنزين، لانك انت هتشيل كون فيبقى البنزين زي ما هو وبعدين C2H5. which of the following represent the product of chlorination، ده هيطلع اورثو اند بارا، هيطلع اورثو بارا كلورو ايثايل بنزين، لان الجروب اللي قاعده على الحلقه بتوجه اورثو بارا. 28 بنزين حضرتك ليكويد هيدروكربون اروماتيك، والبويلنج بوينت بتاعته 80، ده البنزين. لو البنزين اتفاعل مع اليو في، حضرتك حطيت 3 من الCl2 من غير كاتاليست على ضوء الشمس على طول، يبقى كده انا هطلع سايكلو هكسان وعليه 6 Cl. ده مبيد حشري اسمه هكسا كلورو سايكلو هكسان واليفاتيك C6H6Cl6. المركب ده اليفاتيك، الدايره اللي جوه الحلقه اتشالت. حلقه البنزين اهي، هتحط لها Cl2 فهطلع ناتج اسمه كلورو بنزين، هو لسه اروماتيك زي ما هو، انت عملت استبدال مره واحده بس. الواي اليفاتيك ديريفاتيف، ناتج الواي صح. واي اروماتيك لا، زد اروماتيك هيدروكربون، الزد هيبقى ديريفاتيف والزد اروماتيك، تبقى دي غلط. الاجابه لتر ايه. جمله 29 اكسس صوديوم هيدروكسيد از ادد تو دايكربوكسيليك اسيد اكس اند واي. انا عندي في المنهج دايكربوكسيليك اسيد موجود مرتين، COOH بوند COOH، وفي دايكربوكسيليك اسيد تاني هو COOH من هنا وCOOH من هنا، واحد اليفاتيك والتاني اروماتيك. سواء الاتنين كانوا، ده بقى فيثاليك او ترفيثاليك، لو حضرتك عايزه فيثاليك اللي هو موجود في كتاب المدرسه بالظبط يعني، يبقى احنا هنيجي هنا بس ونقول COOH. طيب حطيت عليهم سولت which فورمولا خد 2 مول، وبعدين هنا السولت زيه بالظبط، يبقى الاسيدز هي مين؟ باين ان هي الاوكزاليك 1 والفيثاليك 2. الاكس هيبقى الاوكزاليك اسيد والواي هيبقى الفيثاليك. انت هتشيل دي وتحط NA وهنا زيه، ودي هتشيلها وتحط NA وهنا زيه. مظبوط يا فندم. which of the following is the correct iobactic name of the compound shown in this figure؟ فك ديت خليها CH2 وبعدين CH3، وفك دي خليها CH2 وبعدين CH3، ودور معايا على اطول سلسله. والله يا فندم اهو، لازم يكون فيها الفانكشنال جروب طبعا، اطول سلسله تحتوي على جروب الكربوكسيليك. سن القلم ورحت جاي مسمي دي 1 2 3 4 5، بقى معانا بيوتانويك 5، يبقى معانا بنتانويك اسيد، وعلى 2 في ميثايل و2 ايثايل، بس الايثايل الاول 2 ايثايل 2 ميثايل بنتانويك اسيد.
مجموعة الكربوكسيليك بتتعد، أناشدكم الله والرحم، مجموعة الكربوكسيليك بتتعد. مجموعة الكربوكسيليك هي رقم 1 والكربون بتاعها بيتعد D1. الكالاين هيدروليسيس بتاع كومباوند اكس طلعت ابسط الكول عنده ايثايل جروب از ا برانش. الكالاين هيدروليسيس يبقى انت بتتكلم في استر. ماشي. لا هنا مش استر، هنا الكان، يعني الكان عادي. طيب اعمل الكالاين هيدروليسيس للمركب ده ونسمي اسمه 3 كلورو 2 ايثايل بنتان 1 2 3 4 5. 2 ايثايل يبقى على رقم 2 في هنا 2 سي، وهنا في واحدة كلورو على 3. نمسح الشرطة دي اهي، و3 هنا في واحدة كلورو. طبعا المركب ده اصلا مش بنتان، ده هكسان. 2 3 4 5 6، يبقى الاسم ده غلط، دي مادة مش موجودة. اللي بعده 1 كلورو 2 ايثايل بيوتان. حاضر يا فندم، 1 2 3 4، وهنا كلورو وهنا مجموعة الايثايل. ده مركب موجود وزي العسل، ايثايل بيوتان وفي سي ال. حضرتك هتشيل السي ال وهتخليها مجموعة او اتش. خلاص يا مستر، خلاص. يبقى كده الكحول ده اسمه بيوتانول وعنده برانش اسمه ايثايل، وبناء عليه ده هيحقق لحضرتك المطلوب. 1 بروبانول is dehydrated then water is added. ال1 بروبانول لو حضرتك شلت منه ميه يعني هيبقى عندك CH3 CH2 CH2 هنا OH، وجيت حضرتك شلت ميه عملت ماينس ووتر يبقى CH3 وبعدين CH وبعدين دبل بوند CH2. الوتر دي لو رجعت تاني هترجعه سكندري الكول CH3CH وبعدين CH3 وهنا مجموعة ال OH. المنظر اللي قدام حضرتك ده حول كحول برايمري لكحول سكندري. In presence of a catalyst compound X is formed. هيبقى decolorized bromine dissolved in carbon tetrachloride dehydrated in water in the resulting compound in presence compound X is formed. ده secondary alcohol. ماله مال البرومين؟ ملوش دعوه بالكلام ده. طب اوكسيدايز باي اسيتفايد وبيطلع بروبانويك؟ لا والله، هيطلع كيتون لو حضرتك عايز. اذا الاجابه تبقى لتر سي، لان البروبانون هو الاسيتون، كيتون بيجي من السكندري الكول. اكسب سي ال 2 طلع بيه ريدش براون برسبتيت. ريدش براون برسبتيت يعني الاف اي او اتش باي 3 مفيش الا هو. ده بيستخدم بالان اي او اتش. هتسخنه هيطلع اف اي 2 او 3. اف اي 2 او 3. كربون مونوكسيد عند 280. 280 دي يعني من 230 ل 300 هيطلع اف اي 3 او 4. ماشي. قبل دي بقى حضرتك فعلت مين مع مين؟ فعلت الحديد مع السي ال 2 طلعت مركب اسمه اف اي سي ال 3. which of the following is correct؟ لو شلت الكلورين بدايلوت هيدروكلوريك اسيد هيطلع نفس البرودكت؟ لا، لان الكلورين ال HCl لو اتحط هنا هيطلع FeCl2. A و D react مع concentrated sulfuric acid to give a mixture of صح. الحديد او ال Fe2O3 لو اتحط لهم A ومين ودي ال Fe3O4 ال Fe3O4 اي حد فيهم هتحط لهم H2SO4 هيطلع لحضرتك ايرن 2 سلفيت زائد ايرن 3 سلفيت Fe2SO4 باي 3 زائد لو الايرن هيبقى في ناتج ثالث اسمه SO2. انما الجمله دي مظبوطه كاوكسايدز للايرن هيطلع سولت ايرن 2 سلفيت وايرن 3 سلفيت صح. كومباوند بي اند سي عندهم نفس المagnetic مومنت، هنا الايرن بوزيتيف 3 وهنا الايرن بوزيتيف 3 صح. وسي كان بي ريديوزد تو اي، لا غلط، درجة حرارة ما تنفعش 500، ده محتاج فرن جريتر ذان 700. درجة الحرارة اللي مكتوبة دي غلط، درجة الحرارة لازم تزيد عن 700، ويا اما بلاست يا اما مدركس، مفيش حديد بيطلع بعملية ريدكشن عند 500. سي بيتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد وبيطلع بي؟ لا يا فندم والله، لو اتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد دايليوتد نو رياكشن. اوكسايدز الايرن اللي بيتفاعل مع الدايليوت هو الاف اي او فقط. الهيماتايت والماجنتايت لازم الاسيد يكون كونسنتريت. Each of the following represent a group of transition and a non-transition element to form different types of alloys. Non-transition element from third period group 3A يبقى الالومنيوم.
دي مواصفات الالومنيوم حرفيا. نون ترانزيشن اليمنت فروم سكند بيريود جروب 4A يبقى كربون. ترانزيشن اليمنت از كاتاليست ان هيدروجينيشن اوف اويل ده النيكل. كاتاليست ان فيشر تروش يبقى الحديد. ماشي. type of alloy formed of some of the above element Y و B. Y اللي هو الكربون و B اللي هو الحديد هيطلع كان بي separated by diluted acid يبقى متفاعلوش. طالما كان بي separated يبقى no reaction no react يبقى السبيكة دي اسمها interstitial. هنا وهنا ينفع. ايرن مجروس كربون مجروس في الايرن عشان يعمل صلب كده. بي وسي صح. طب واي وبي كومبوننت كانوت بي سيبريتد هيبقى حصل رياكت بينهم تعمل سيمنتايت انترميتاليك صح. طبعا دي كده ضمنت مع دي هي مسهل الحال. اكس اند ايه الومنيوم مع نيكل هيعمل ديور الومن. الديور الومن هيبقى انترميتاليك يبقى انا عندي هنا انترميتاليك كمان نفعت. طيب واي واي وبي واي 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 ده اللي هو الكربون واي وبي اي وبي هيطلعوا النيكل مع الايرن هيبقى ايه هيبقى فيرو نيكل. سبستيتيوشنال وانترستيشيال صح. اللي هو الايرن اللي معاه نيكل هيبقى سبستيتيوشنال ولما تحط الكربون هيبقى سبستيتيوشنال عشان تعمل الستيل تبقى الاجابه لتر سي. 45 جرام of pure sample of hydrated is dissolved in 500 milli. 84.5 milli of the resulting solution is required to precipitate all sulfate anions produced from dissolving 10 gram of hydrated sodium salt Na2SO4.X2O which of the following express. حاضر. كلام كله طبعا مفيش فيه اي مشكلة خالص. وعند حضرتك الديستلد ووتر اتدوبت وخدت منه 48 جرام 84 جرام منه في عشان اعمل برسبتيت السلفيت ايونز فروم ديسولفنج 10 جرام اوف هيدريتد صوديوم سلفيت. يبقى انا عايز الاكس في الصوديوم سلفيت. ماشي. المسألة عايزة تتظبط تظبيطة صغيرة كده بس مع بعض. لا تقلق. ارجع بدارك ورا كده واتفرج عليا وسجل النوتس اللي انا بعملها بالقلم عشان لما تحتاج المسألة ما تضطرش تحلها من جديد. احنا في 35 قربنا نخلص الامتحان. المادة التارجت بتاعت السؤال عبارة عن Na2SO4.H2O وهنا في اكس. الاكس دي سعادتك عشان تحضر بأمر الرحمن ان شاء الله محتاج ان المسألة تمشي على اتش ودي ودبليو عشان اجيب انا الاكس. الهيدريتد بتاع المادة دي 10 جرام بس. وانا عشان اجيب الاكس عايز الدي وعايز الدبليو عايز الاتنين دول عشان ادخلهم في القانون. اهو ما اكتشف ان في 45 جرام من البيور هيدريتد باريوم كلورايد دي سولفت في 500 مللي من المية واخدت منها 84.2 مللي من الريزلتنج سوليوشن عشان ارسب كل السلفيت اللي موجودة جوه مادة الصوديوم سلفيت اللي في الازازة الجديدة. طيب تعرف حضرتك تجيب المولر كونسنتريشن بتاع البوتل دي الازازه ده اهي. سيب بقى السلايد دي كده للشغل بتاع حساباتها وتعالى انا وحضرتك هنا. الماده الجيفن اللي المساله هتبدا بيها اسمها BaCl2 دوت 2 من ال H2O وفي معلومه واحده بس بخصوصها ان الوزن 45 جرام. انا لما بقول الاكس بتساوي ماس الووتر على 18 تايمز مولر ماس المادة الدراي على ماس المادة الدراي ممكن تحت دي بالقلم اقول لحضرتك ان الهيدريتد بيساوي 45 وان الدراي هسميه دراي وان الووتر اسمها 45 ماينس الدراي وان الاكس بتساوي 2. القانون ده لو اتكتب تاني على ان الاكس ب2 بتساوي ماس الووتر 45 ماينس الدراي مضروبة في مولر ماس المادة الدراي اللي هو 208 بنص المسألة على 18 هنا في ماس المادة الدراي. السطر اللي قدام حضرتك ده بقى فيه قانون واحد. القانون ده ممكن الاكس تجيبه فكده انا هعرف الدراي اللي هو
اقصد ان الشيفت كالك تجيبه مش الاكس، كده الشيفت كالك تجيب لك الدراي. اذا الماده الدراي اللي حضرتك بتحسبها دي هتساوي رقم، الرقم ده بنص المساله ده في حجم بيساوي 500 مللي، فكده نعرف اجيب المولر كونسنتريشن بتاع الباريوم كلورايد، ومنه اشتغل على النص التاني بتاع المساله. انا سكت دقيقه مع نفسي قدام الكاميرا عشان ادور على الشورت كات اللي يوصلني لاجابه السؤال. دي لو راحت الكالكوليتور الدراي تطلع بكام؟ جبت الآلة الحاسبة وحسبت حرف الدي اللي هو الدراي طلع ب 38.36 جرام. كتبت هنا 38.36 جرام وعندي الفوليوم ب 500، يبقى مولر كونسنتريشن الباريوم كلورايد بيساوي الماس على المولر ماس في الفوليوم باللتر. الماس اللي انا حسبتها من المسألة الدراي والمولر ماس ب 208 والفوليوم باللتر ب 0.5، بقى معايا مولر كونسنتريشن ازازة الباريوم كلورايد. الباريوم كلورايد لوحده، سيبك من جزء الوتر بقى لان جزء الوتر ده ما بيتفاعلش، عشان كده انا تعبت في الخطوه دي لغايه ما وصلت للباريوم كلورايد منفرد ملوش دعوه بالباقيين. انزل للصفحه اللي بعدها هتلاقي ماده ال Na2SO4 اللي اتفاعلت مع الباريوم كلورايد ال BaCl2 بتطلع الناحيه الثانيه BaSO4 زائد بعيد شويه 2 من ال NaCl. المعادله بالانسد وكله تمام. امسك انا بقى الورق في ايدي عشان افهم الجزء اللي جاي. بيقول لحضرتك ان هو خد 84.2 مللي من السوليوشن الاول عشان يرسب كل السلفيت اللي موجوده الناحيه الثانيه. تمام يا مستر، كده الام اي في الفي اي على الان اي بتاع الماده دي بتساوي الناحيه الثانيه الام بي في الفي بي على الان بي للماده دي، وبناء عليه هنا مفيش فهكتب كلمه نمبر اوف مولز مكان الام اي والفي اي، رقم البالانس بواحد يبقى خلاص. الام بي والفي بي ورقم البالانس بواحد برضو. المولر كونسنتريشن انا حسبته ب 0.368 يبقى 0.368 تايمز الحجم اللي انت خدته 84.2 يبقى 84.2 مقسوم على 1000. هيطلع كده مع حضرتك ان الاتنين دول مساويين لبعض. انا عملت فاصل، هم المفروض ايكوال لان التفاعل متكافئ. هتيجي حضرتك وتطلع ان مولز مادة ال Na2SO4 بتساوي، طلعت الإجابة ب 0.0309 وجنبها كلمة مولز. لو حضرتك عايز ماس ال Na2SO4 المولر ماس موجودة في المسألة ب 142 يبقى الرقم ده تايمز 142. الإجابة طلعت على الآلة الحاسبة 4.387 وجنبها كلمة جرام. هاخد الرقم ده واطلع فوق لمسألتي الأساسية في المكان اللي أنا سايبه فاضي، أحطها مكان الدراي، شايل علامة الاستفهام دي وجاي مكان الدراي وقلت 4.388 بالأبروكسيميشن بالجرام. هتعمل الكلام ده ماينس 10 اللي هي الماس كلها. طلعت الإجابة بتاعت الووتر 5.612 وجنبها كلمة جرام. قانون حساب الإكس بتساوي الووتر 18 تايمز مولر ماس المادة الدراي على ماس المادة الدراي. الإكس بتساوي الووتر 5.612 مضروبة في 142 وتحت 18 بتاعت المية وهنا 4.388 بيساوي. كالكوليتر مطلعة 10 بالظبط. ناتج الحساب يبقى 10. حضرتك هتروح تختار إجابة المادة Na2SO4 10 من ال H2O وتبقى المسألة اتحلت على خير. Saturated solution of sparingly soluble salt A، كده يبقى الموضوع فيه KSB، concentration بتاعه كذا، given كذا، if the salt is كذا، which of the following represent the formula of the salt. كده حضرتك هو طالب منك الفورمولا، يعني طالب عدد الايونز. الساتوريتد سوليوشن بتاع سبارنجلي سولبل سولت كونسنتريشن بتاعه دي السوليوبيليتي ديجري. طب وبعدين السوليوبيليتي ديجري دي يا فندم جيفن ذات الكي اس بي موجوده والاكس موجوده، فحضرتك بقى عندك احتمالات الايونز عباره عن ايه؟ 5 و4 و3 و3. طيب سبارنجلي سولت A which of the following represent the chemical formula. طبعا وجود الايونز 3 مرتين دي خلتني استبعدت الاوبشن ده، فهروح اجرب بقى حضرتك على 5 و4. عدد الايونز ده يتحسب ازاي؟ يعني لما اجي اجيب عدد الايونز
هقعد اعمل بقى لكل طريقه مساله حساب عدد ايونز. طب وليه؟ افترض ان هم 5 ايونز، قيمه الاكس هتبقى بتساوي الروت الخامس ل 100 الروت الخامس لقيمه الكي اس بي مقسوم على 108. ولو هم 4 ايونز قيمه الاكس هتساوي الروت الرابع للكي اس بي مقسومه على 27. يبقى هنا ايكوال وفراكشن وخمسة. هنا في الناحية دي 1.08 تايمز 10 باور نيجاتيف 18 على 108 بيساوي، كالكوليتور مطلعها من الحساب ده 10 باور نيجاتيف 4 مولر بالظبط. المادة دي فيها 5 ايونز من اول اختيار، الحمد لله المسألة طلعت ناتج. السطر اللي بعده concentration of 0.1 مولر وايونايزيشن كونستانت كذا. ده حضرتك عندك 2 سوليوشن، ده سيادتك الكي اس بي، والكونسنتريشن ده اللي هو السوليوبيليتي ديجري، وهنا دي السوليوبيليتي ديجري برضو، وهنا قيمه الايونايزيشن كونستانت. ده اسيدز، متاسف، يبقى هنا الكي اي وده كي اي. which of the following describe the properties of each of the following acids X and Y. حضرتك عندك 2 اسيد، الاكس كوندكت الكتريستي مور efficiently. والله يا فندم توصيلية الكهرباء الأكثر معتمدة على الألفا الأكبر، مية أكتر أيونز أكتر ألفا أكتر توصيل أكتر، يبقى أنت هتحسب ألفا للاتنين تاخد قرار الإلكتريستي. قيمة البي اتش الأقل هتبقى من تركيز الاتش. كونسنتريشن الهيدروجين أيون بيساوي روت الكي اي في السي اي، تركيز الاتش بوزيتيف هيساوي روت الكي اي في السي اي، روت الكي اي مضروبة في السي اي. يبقى تحت هنا الكالكوليتور هيبقى روت ال 1.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 مضروبه في 0.1، وهنا نفس القانون بالظبط بس 5.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 مضروبه في 0.1. هنجيب الاتش بوزيتيف مرتين ومنها هنجيب البي اتش، وهنجيب الالفا مرتين ومنها هنجيب اللي بيوصل كهرباء احسن او اللي عنده ايونز بكميه اكبر. تيجي سعادتك في الحته دي نجيب الالفا بتاعت الاكس، هتبقى روت الكي اي على السي اي، هتبقى روت الفا بار 2 تايمز السي اي، يبقى الالفا بتساوي روت الكي اي مقسوم على السي اي، يبقى الالفا هتساوي روت الكي اي 1.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 مقسوم على السي اي اللي هو 0.1. ده بالنسبه للاكس. والالفا الثانيه هتبقى نفس الموضوع برضو 5.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 مقسومه على 0.1 لان هما الاثنين ب 0.1. كده انا هجيب تركيز الاتش بوزيتيف مرتين اهو يا فندم. هفضي بقى مكان كده واجي هنا اهو واقول له لحضرتك اكس بكل تفاصيله، واي بكل تفاصيله، الاول الفا هنا وهنا، وبعدين الاتش بوزيتيف هنا وهنا، وبعدين البي اتش هنا وهنا، عشان يبقى خلصنا داتا المساله كامله. حسبنا حساباتنا كامله، طلعنا قيمه الاكس الالفا ب 0.0134 والاتش بوزيتيف 1.34 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 والبي اتش ب 2.8. رحت للواي لقيت الالفا ب 0.0713 فدي اكبر، يبقى توصيل الكهرباء هنا اعلى. ولقينا ان الاتش بوزيتيف التركيز بتاعه اعلى فطبيعي قيمه البي اتش اقل. وبناء عليه هنزل عند سيادتك هنا اختار ان الواي كوندكت الكتريستي مور وعندها بي اتش اقل. واي كوندكت الكتريستي مور اند هاز لور بي اتش. مظبوط يا فندم، كده صح جدا. وصلنا المسألة 38. ميتال اكس وايرث سيرفيس. حضرتك معاك ميتال اكس ومعايا ايرث سيرفيس القشرة الأرضية، وبعمل عملية بروتكشن وكله تمام ماشي. حضرتك كده ده ساكريفاينج الكترود، لازم يكون انود ولازم يكون انشط من الايرن، والايرن اصلا فوق الهيدروجين، فاتجاه الالكترونز ماشي في رقم واحد. ده دايركشن اوف الكترون اهو فروم انود تو كاثود، اكيد مفيش كلام. ولما نيجي نختار اجابه هنقول بالنسبه للميتال اكس it doesn't replace هيدروجين، غلط، هو انشط من الايرن والهيدروجين. reduces iron ions، يقدر يعمل ريدكشن للايرن والالكترون دايركشن از 1، مظبوط. لو حضرتك جبت الاكس حطيته مع الاف اي بوزيتيف 2 هيحصل تفاعل والإكس هيتحول لبوزيتيف 2 زائد الأيرن يرجع إيليمنت تاني، وكده هو اتجاه الإلكترونز صح في واحد. الجملة دي تمام.
الايون بتاعه ريبليسد باي ايون غلط، لازم الميتال يبقى فوق والايون تحت. الاكسيديشن بوتنشال بتاعه اعلى من الايرن، فاتجاه الالكترونز هيبقى 2 غلط. ده هي صح ومعلمة اتجاه الالكترون مش مظبوط. 39 when a spoon is coated with gold using a cell containing an electrode solution 0.5 mole of electron، دي معناها 0.5 فاراداي. Which of the following represents the change the mass occur during electrolysis؟ ماس السبون هتزيد، مظبوط. طب وتركيز الجولد ايونز، المفروض كنت تقول بيور هنا عشان اتعامل مع الايونز بتاعت الجولد اللي في السوليوشن انها كونستانت. طول ما انت بتعمل بليتنج والاليمنت بيور يبقى في ثبات في تركيز الالكترولايت، الالكترولايت ملوش دعوه. طيب الماس المترسبه انت بتعرفها ازاي؟ الذهب ب 197 والمساله بسيطه. المولز في الفالنس تساوي كيو، المساله على كيو ثابته، مكان فاضي. ورحت جاي انا وحضرتك بعد المساله اللي عملناها اخر حاجه هنا دي ودي كمان اهي صفحه فاضيه خالص، وهاجي انا وسيادتك هنا بعد المسائل بتاعه التحليل الكهربي هناخد الذهب، فهنقول مولز في الفالنس، مولز الذهب في الفالنس بتاعه بتساوي كيو المسألة على الكيو الثابتة. الذهب هيبقى ذهب وتحت 197، فالنس الذهب ب3، كيو المسألة 0.5 فاراداي على 1. حضرتك عايز الماس بتاعت الذهب؟ والله يا فندم هيبقى فراكشن، تحت عند سعادتك هنا 3 وفوق 197 مضروبة في 0.5، كده اطلع ناتج انا 32.83. الناتج على الكالكوليتور 32.8، ده كلام مظبوط. وتركيز الالكترولايت ما بيتغيرش طالما الاليمنت اللي انت مستخدمه في البليتنج نقي. تغيرات الاسيد هتبقى نتيجة وجود امبيوريتيز في الرد. جملة رقم 40 جلايكوليك اسيد هيدروكسي ايثانويك اسيد، ماشي ده مركب جميل اهوت. وبعدين حضرتك عايز ايه بقى دلوقتي؟ which of the following experiment are done؟ عمل تفاعل مع الميثانول، يبقى انا هكون استر. مركب الميثانول بيتكتب CH3OH. حضرتك هتعمل استر من الاثنين دول، هتشيل اتش من الكحول و OH من الاسيد، فيبقى فيه هنا OH ماليش دعوه بيها، وبعدين CH2 وبعدين COOCH3. ده ناتج اكسبيرمنت ايه؟ طب لو اتفاعل مع الاسيتيك اسيد اغير لسعادتك اللون، حضر دماغك معايا، هيبقى CH3COOH، هتاخد OH من هنا مع H من الكحول، فيطلع عند حضرتك الناحية التانية سن رفيع بس شوية صغيرة اهوت، هيطلع عند حضرتك من هنا CH3CO، كمل بقى بالقلم الأحمر عشان تفهم، يبقى كمان O وبعدين CH2 وبعدين COOH. مين بقى الفورمولا بتاعت المركبين؟ لتر A OH وبعدين استر، مظبوط. طب ولتر B CH3، دي بالظبط اهي، دي طالعه من تحت ايدينا بالملي، هي اللي موجوده في السؤال بالظبط. والناحيه التانية برضو هي بالظبط، والله ما شاء الله، يعني طريقه التفكير حتى في الكتابه متطابقه تماما، فضل من ربنا الحمد لله. انزل حضرتك صح تحت على 41، ده مجهود عملناه بقول لك في قعده اورجانيك بس ما يجراش حاجه. الاسيد اللي قدام سعادتك هنا ده اسمه لاكتيك اسيد، C6H3 C3H6O3 ده لاكتيك اسيد، وC2H4O2 ينفع اسيتيك اسيد وينفع استر، هعتبره اسيتيك الى ان يبدو غير ذلك. وC4H8O2 ده اسيد واستر، ده يصلح اسيد ويصلح استر الاثنين. The ammonolysis of compound C give amide of compound B، يبقى كده امايد كومباوند بي، وامونوليسيس هنا يبقى ده استر مفيش كلام، والامايد بتاع ده هيتكتب كده بالظبط CH3 C دبل بوند O وبعدين NH2، يبقى الاستر ده فيه كلمة اسيتيت، وبما ان هم 4 كربون كلهم وفيهم كلمة اسيتيت يبقى هو ايثايل اسيتيت. ما هي بقية الكربون هيروح فين؟ هيبقى ايثايل، يبقى ايثايل اسيتيت استر. The ammonolysis of compound C give amide of compound B، ماشي. A and B react with metal carbonate و C doesn't، ما هو C استر وال A وال B بيعمل صح.
مظبوط كده. في اكسبت، خلي بالك A does not react with B. ليه يا فندم؟ ال A عنده كربوكسيليك وعنده OH، يقدر يتفاعل مع الاسيد عادي جدا ويكون استر. but react with alcohol، لا غلط. اللاكتيك اسيد يستطيع التفاعل مع الاسيدز والالكول. A و B react with active metal، ينفع. while C react with metal hydroxide upon heating، صح، وقت الهيدروليسيس. ايزومر لتر C with active metal زير هيدروكسيد. الايزومر بتاع ده اسيد، والاسيد يستطيع تنفيذ كل الاجراءات، وبناء عليه الاجابه بتاعت الجمله هتبقى B بسبب موضوع accept. M is organic compound that can be obtained by the following steps in order. اعمل نيوتراليزيشن لاسيد اكس وكوستيك صودا، وبعدين هيتنج ذا برودكت سترونجلي مع الصودا لايم يطلع جاز واي، كلورينيشن جاز واي عند 400 تطلع زد، وزد سمبلست اروماتيك هيدروكربون يطلع دبليو، والدبليو بيطلع اكسيد ام. الجمله دي انا حليتها في الحصص بتاعت قعده اورجانيك، وكانت ظريفه قوي الصراحه. الفاناديوم بنتوكسيد بيعمل عمليه اوكسيديشن لدبليو، ودبليو ده تولوين، هو ده اللي بيحصل له اوكسيديشن بالفاناديوم بنتوكسيد. فانا كده عرفت ان ده تولوين، والتولوين موجود 3 مرتين اهو، كده في تولوين، اذا دبليو تولوين. نيجي بقى عند دبليو كده اهو، دبليو ده قبل الاخير، فيبقى هنا في تولوين قبل الاخير اهوت، CH3 ده دبليو، هتعمل له اوكسيديشن حضرتك هيبقى بنزويك اسيد. خلاص يبقى بنزويك اسيد كده، COOH بنزويك اسيد. كده انا عرفت دبليو ام. طب دبليو ده بقى جاي من تفاعل حاجه مع البنزين مع اروماتيك كومباوند سامبلست. ما هو ده عشان يجي يبقى حضرتك هتجيب البنزين تفاعله مع ماده اسمها CH3Cl، هو بقى اللي قبلها هو CH3Cl، يبقى انا عندي هنا CH4. ال CH4 ده اتحول ل CH3Cl، وبعدين هاجم البنزين. ال CH4 بتيجي من CH3COONA، يبقى CH3COONA بتفاعل الدراي ديستليشن، وده بيجي من الاسيتيك اسيد CH3COOH. يبقى احنا عايزين اسيتيك اسيد يطلع الميثان، والميثان يطلع كلوروميثان، وبعدين تولوين، وبعدين بنزويك اسيد. اسيتيك اسيد ميثان كلوروميث اهو يا فندم، لتر سي. الجمله ظبطت ماشي. دروبنج ووتر ما بتحصلش غير للكالسيوم كاربايد، يطلع استيلين CH تريبل بوند CH. كويك كولينج يبقى حلقه بنزين وعليها دايره، بقى كده بنزين. كلورين في وجود ال FeCl3 بقى هنا في Cl. NaOH و300 ضغط و300 حراره هتعمل حلقه بنزين، وهنا هطلع مجموعه الفين. كومبليت نيتريشن هطلع البكريك اسيد. حاضر. لتر A C يبقى البنزين صح، وE الفينول صح، وF البكريك اسيد. شرفت يا غالي. Which of the following represent the correct order of reactions required to obtain propane from a compound الفورمولا بتاعته كذا. ده استر محتاج هيدروليسيس. ناحية الالكول هتطلع بروبانول، يبقى انا كده معايا 1 بروبانول هنا كحول اهو، 3 سي والأو اتش على الطرف، والجهة التانية دي هتطلع بروبانويك اسيد، دول 3 كربون هيجيبوا بروبانويك اسيد. هو عايز بروبان، انا معايا بروبانويك اسيد. طب لو كنت حطيت صوديوم هيدروكسيد كان هيطلع بروبانويت، صوديوم بروبانويت. حضرتك عايز ايه؟ عايز بروبان. بروبان ده يبقى انت ما تجيش ناحيه عدد الكربون، ما تجيش ناحيه الكربون. طب انا لو خدت ال1 بروبانول دوت سخنته مع H2SO4 عند درجه حراره 180، ما انا هجيب بروبين 3 كربون ودبل بوند، وان حطيت له هيدروجين في وجود النيكل هجيب البروبان اللي انت بتقول عليه 3 كربون وساتوريتد. وبناء عليه حضرتك لو عملت الكالاين هيدروليسيس كسرته وبعدين نزعت الاو اتش وبعدين حطيت هيدروجين هتوصل للي انت عايزه. اهي يا فندم دي هيدريشن وبعدين كاتاليتيك هيدروجينيشن، رجعت الكحول للإين ومن الإين للآن جبت البروبان اللي انت بتقول عليه. جملة ظريفة جدا. نيجي هنا بقى experiment to detect anion of acid of salt X and cation of Z. يعني انايون اسمه X وكاتاين اسمه Z. في تجربة اتحط HCl طلع جاز Y، وبعدين خد الجاز ده دخله في مادة
قامت عملت بلاك برسبتيت. الجاز ده H2S بالمناسبة، وسولت اكس ده عنده انايون اسمه اس نيجاتيف 2، والواي هيبقى ال H2S، والمادة اللي عملت بلاك دي جواها من هنا يا ليد بوزيتيف 2 يا سيلفر بوزيتيف 1 يا كبر بوزيتيف 2. شوف لك واحد من الثلاثة. ماشي. بلاك برسبتيت دبليو، رايت ذا كيميكال فورمولا اوف. حضرتك بتقول سولت زد ان سي، رايت ذا كيميكال فورمولا. طب ما انا عندي هنا البلاك ده 3 احتمالات، انا هعرفه ازاي؟ زد ان سي ال 2 بلاك برسبتيت سولت زد ان سي ال 2، ده السولت سوليوشن اللي حضرتك هتبدا بيه. انت قلت سي ال 2 وسوليوشن. الله الله على جمال الجمله، الله على جمال الجمله. سولت سوليوشن في سي ال، يبقى السيلفر بوزيتيف 1 ما تنفعش، والليد ما ينفعش لانه مع الكلورايد ما بيعملش سوليوشن، ده بيبقى سوليد ما عادش ينفع الا الكبر. الزد ان سي ال 2 عباره عن سي يو سي ال 2، رد واحد بسبب الرمز اللي هو كاتبه. والبلاك برسبتيت دبليو هيبقى سي يو اس. chemical formula of two other salts instead of salt ZCl2 that exhibit the same observation. عايز ملحين تانيين يطلعوا نفس الملاحظة. هات AgNO3 واخد بالك، وهات ليد نيتريت بي. هو بيقول لك ماست بي نيتريت اهو، الراجل بيفكر زي ما احنا نطقنا بالظبط. وليد نيتريت، الاتنين دول حضرتك يوصلوك ان هنا الراسب اللي متكون يبقى لازم كبر، والاحتمالات الاخرى للسيلفر والليد. ننزل عند الجمله اللي بعدها. احنا كده بنحل في اخر سؤال في الامتحان حضرتك اهو يا فندم. chemical formula of organic compound فلان وفلان وفلان. name the compound formed by reacting 1 mole of one of the above compound with 2 mole of bromine to produce saturated. تفاعل مع 2 مول برومين مش هيعملها الا ده عشان عنده تريبل بوند. الناتج هيبقى سي اتش بوند سي اتش، وهنا بي ار وهنا بي ار وهنا بي ار وهنا بي ار، يبقى 1 1 2 2 تترا برومو ايثان. ماشي. compound formed by HBr with one of the above compound according to Markovnikov's rule. يبقى هنا ناتج التفاعل مع ال HBr هيطلع CH3، CH فقيرة تاخد البي ار، واللي على الطرف غنية تاخد ال H، يبقى 2 برومو بروبان. In the first step with reacting with HBr with one of the above compound according to اهو من أول خطوة مظبوط. 2 compound formed by reacting 2 mole of one of the above compound with 2 mole of chlorine عشان يعمل suitable conditions. هتجيب لي التولوين حضرتك، وسبب الاحتياج ل 2 مول هو ان التولوين عنده مجموعه هتعمل اورينت او عمليه توجيه ليه هنا 2 وهنا 2، وهتطلع نتائج حضرتك اهو يا سيدي. حلقه بنزين وهنا CH3 وده هي Cl، وجنبها بشويه حلقه بنزين حضرتك وهنا CH3، وفي الوضع عباره في Cl. يبقى انت بدأت ب 2 مول من التولوين و2 مول من الاسيد من الهالوجين، وهتطلع 2 مول من ال HCl، وحققت المطلوب بالظبط. انا حليت الاسترشادي السابع كامل بصرف النظر عن اننا كنا حالين اسئله الاورجانيك قبل كده في الاعاده افاده، والاورجانيك حقل خصب للاسئله. الحقل الخصب ده عشان نسيطر عليه محتاجين نحل، حتى لو اضطرينا ان احنا نحل نفس الجمله مرتين. الف شكر لحضراتكم. الفيديوهات دي بتنزل في ايام الامتحانات المواد الغير مضافة، ولو حضرتك بتتفرج على الفيديو ده فانت شخص تعتبر بتعمل عمل بطولي جدا، انك قادر تنظم مراجعات المواد الاساسية مع المواد الغير اساسية. ده شيء احنا بنشكر حضرتك عليه جدا. ربنا يعينك ويصلح ما بين ايديك، وان شاء الله باذن الله السعي يكلل بالنجاح. انت تسعى والله يعلم وهذا يكفي. كل سنة وانتم بألف صحة وسلامة، وربنا يصلح ما بين ايديكم.